كهرباء مطلوب في الامارات. النادي الاهلي جاله بعض المكالمات من بعض الانديه في الامارات بتطلب ضم كهرباء على سبيل الاعاره، طبعا في نهايه الموسم لان الانتقالات دلوقتي مقفوله. طب ايه اللي شجع الانديه الاماراتيه انها تطلب كهرباء؟ اولا تالق اللاعب مع النادي، وبعد عودته من الايقاف سجل وساهم في 6 أهداف في خلال 6 ماتشات، سجل 3 وصنع 3. كمان مستوى كهربا في ارتفاع. تالت حاجة والأهم إن موقف كهربا أصبح واضح، يدفع الغرامة يكمل، ما يدفعش الغرامة هتوقف. فطبيعي إن الأندية ديت هتقدم عروض للنادي الأهلي مقابل سداد الغرامة. طب الأهلي موقفه إيه؟ الأهلي دلوقتي عنده موافق إلى حد بعيد إن هو يوافق على هذه الإعارة، والمبلغ اللي هتدفعه لبعض الأندية الإماراتية ديت هيسيبوا الكهرباء، كأنك إيه مساهمة من النادي الأهلي لكهرباء. زي ما قلنا قبل كده إن الأهلي ما ينفعش يدفع فلوس للكهرباء لأنه نادي مش خاص، ده نادي هيتحاسب على كل فلوس بيطلعها. طب ايه المشكله اللي ممكن تقابل كهرباء؟ طبعا كهرباء مرحب بالموضوع لانه هياخد الفلوس يدفعها في الغرامه اللي هي 2 مليون و400 الف دولار. طبعا كهرباء حاطط طبعا اكيد فلوس في البنك عشان الغرامه ديت يحفظ قيمه الدولار، لان الدولار في الاوقات كانت غرامه كهرباء 30 مليون، دلوقتي كهرباء وصلت لفوق ال 70 مليون مع ارتفاع سعر الدولار قصاد الجنيه. فكهربا كان مأمن نفسه حاطط فلوسه بالدولار في البنك، فكل ما يطلع حافظ الفلوس، وكمان عامل فيها عوائد للفلوس ديت، وطبعا بتدخل له فلوس عشان تعوض الفرق. طيب الاهلي كل ده تمام، والاهلي موافق على كل حاجه، ولكن هي تبقى عقبه واحده بس امام كهربا للرحيل الى الامارات، ايه هي؟ كولر. لو كولر جه في اخر السنه رفض رحيل كهربا وتمسك بوجوده، هيضطر كهربا في الوقت ده انه يدفع الفلوس. طب كهربا دلوقتي قدامه 60 يوم لا يدفع لا يتوقف، معاه يقدم استئناف على القرار، وبنسبه كبيره هيتقبل ويتاجل لشهر 8.